لو سمعت صوت فرقعة في ركبتك وبعديها ظهر ألم وورم شديد، خد بالك ممكن يكون ده قطع في الرباط الصليبي. الرباط الصليبي هو واحد من أهم الأربطة اللي في الركبة اللي بتساعد على ثبات الركبة وبتمنع الركبة تتحرك لقدام عن مكانها الطبيعي. وأسباب الإصابة غالبا بتكون تغير مفاجئ في اتجاه الجري، أو التوقف المفاجئ أثناء الجري، أو اصطدام مباشر أثناء لعب الكرة أو أي رياضة تانية. أول ما بيحصل القطع المريض بيحس بالفرقعة اللي قلنا عليها، ويحصل ألم شديد وتورم سريع في الركبة مع عدم القدرة على تاني وفرد الركبة بسهولة. إن في قطع في الرباط الصليبي ده مش معناه إنك مش هتقدر تمشي، لكن المشكلة بتكون إن الركبة ممكن تكون مش ثابتة أو ممكن تخونك وأنت ماشي. عشان كده التشخيص الصح بيكون عن طريق الفحص الإكلينيكي وإشعة الرنين المغناطيسي عشان نقدر نحدد درجة القطع بالظبط. العلاج بيكون عن طريق إعادة بناء للرباط الصليبي عن طريق المنظار الجراحي. العملية دي مش بس للرياضيين، حتى الناس العادية بننصحهم بيها، لأن لو سيبنا الإصابة بدون علاج ده ممكن يؤدي لحدوث خشونة مبكرة في الركبة. نصيحتي ليك إن إصابة الرباط الصليبي لازم تتعالج بدري عشان ترجع لحياتك الطبيعية بسرعة وتحافظ على ركبتك من أي مشاكل في المستقبل.